السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيكون موضوعنا اليوم يا إخواني الحديث عن موانع الإخصاب لدى الحسون أو الكناري. يتساءل العديد من المربين لماذا الأنثى تبيض ويطلع البيض غير مخصب. هناك العديد من العوامل التي تؤثر على عملية تخصيب البيض، وسوف أذكر لكم بعض من هذه العوامل. أولا، أن الحسون أو الكناري من الممكن أن يكون مريض، أو أن الطير يكون مشحم، أو ضعف الحيوانات المنوية لدى الذكر، أو ضعف البنية الجسدية للطير، أو صغر سن الحسون أو كبر سنه، أو أن يكون الطير مصاب بالعقم، أو أن الأظافر لدى الحسون أو الكناري طويلة وبالتالي سوف يضايق الأنثى عند عملية التزاوج، أو وجود ريش حول فتحة المجمع وبالتالي يعيق وصول الحيوانات المنوية لدى الأنثى، أو أن نقوم بتزويج الذكر خلال فترة تبديل الريش أو خلال فترة الراحة، وبالتالي سوف يكون الطير ضعيف وليس لديه القدرة الكافية على الإنتاج بشكل سليم. لذلك إخواني علينا توفير كل الظروف الملائمة لنجاح عملية التخصيب. هذه هي إخواني بعض العوامل التي تؤثر على عملية التخصيب، وهذا هو إخواني موضوعنا بالنسبة إلى اليوم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.